تخيل معايا انك بتمتلك عمارة من غير ما تبني ولا طوبة، من غير ما تدخل في تفاصيل كتير، من غير ما تعرض حاجة او وحدات للتأجير، ولا حتى من غير ما تتابعها. او ممكن العمارة دي تبقى فندق 5 نجوم او مول تجاري كبير او عقار ضخم في مدينة تانية غير المدينة اللي انت عايش فيها اصلا، وكل ده بالميزانية بتاعتك من غير ما تدخل في تفاصيل بالملايين ولا من غير ما تشيل هم التشغيل. ده باختصار عالم الريت، وده اللي هنتكلم عليه ببساطة دلوقتي، ومش هناخد في تفاصيله كتير لأنه مش منتشر عندنا في مصر قوي، ولكن هو نوع مهم من الاستثمار العقاري لازم يبقى عندك وعي بيه علشان لو ظهر قدامك في يوم من الأيام يبقى عندك خلفية عنه. يعني إيه ريت أو صناديق الاستثمار العقاري؟ ريت هنا مقصود بيها اختصار لريل استيت انفستمنت تراست، أو بالعربي صناديق الاستثمار العقاري المدرة للدخل. وببساطة الصندوق ده بيكون عبارة عن شركة استثمارية ضخمة بتجمع فلوس من الناس اللي هم هنا المستثمرين علشان تشتري بيها أصول عقارية زي مولات، مستشفيات، أماكن، مجمعات سكنية، مكاتب إدارية، أي نوع من أنواع الاستثمار العقاري. وكل ما العقارات دي بتجيب دخل أو فلوس، سواء بقى عن طريق الإيجارات، عن طريق البيع، عن طريق التشغيل، بيتوزع العائد على المستثمرين في الصندوق مقابل حصة كل مستثمر فيهم. يعني ببساطة انت ما بتمتلكش العقار هنا بشكل مباشر، لكن بتمتلك حصة في الصندوق اللي بيمتلك العقار ده. طيب السؤال دلوقتي، ايه الفرق بين الريت او الصندوق وبين الاستثمار العقاري المباشر؟ اول فرق هنا بيجي في الملكية. انت في الملكية بتاعة الاستثمار العقاري بشكل مباشر انت بتمتلك العقار نفسه، لكن في ملكية الصندوق او في صندوق الاستثمار العقاري انت بتمتلك سهم او حصة في الصندوق نفسه. ولو جينا نقول الحد الادنى للاستثمار، ففي الاستثمار العقاري بشكل مباشر محتاج مبلغ كبير حتى لو مقدم واقساط. الصندوق ممكن يكون مبلغ اقل نسبيا لانك بعض الصناديق بتبدأ فيها بمبالغ قليلة جدا. اما بالنسبة للإدارة، ففي الاستثمار العقاري انت بتدير العقار بتاعك او بتستعين بشركة إدارة وتشغيل تدير العقار بتاعك. اما في صندوق الاستثمار العقاري هي الإدارة بتكون مسؤولية الصندوق اللي انا وثقت فيه وحطيت استثماراتي معاه. طيب ولو جينا نتكلم على الارباح مش هنقدر نقارن بينهم قوي، لان كل استثمار فيهم ممكن تكون نسبه مختلفة، ولكن كل استثمار فيهم. وبكده نكون اتكلمنا على الفرق ما بين الملكية والحد الأدنى والإدارة. طيب لو جينا نتكلم دلوقتي على أنواع الصناديق الاستثمارية العقارية، عندنا أكتر من نوع. أول نوع فيهم هو العقارات المدرة للدخل، وده بيستثمر في عقارات بهدف الإيجار وبيوزع الأرباح بشكل دوري على المستثمرين، وده أكتر نوع منتشر حوالين العالم ومناسب للناس اللي بتدور على دخل شهري ثابت. تاني نوع من الريت أو الصناديق هي صناديق التطوير، ودي اللي بيشتري أرض أو مشاريع تحت الإنشاء وبيطورها وبعدين بيبيعها. في الوقت ده مناسب للمستثمر اللي بيدور على أرباح أعلى ولكن عنده استعداد ان هو يستنى في الوقت شوية لانه ما بيكونش فيه دخل شهري منتظم. وطبعا عندنا نوع تالت اللي هو مختلط بين الاتنين، وده بيدمج ما بين النوعين من الاستثمار علشان يكون عندك دخل شهري ثابت وكمان كل فترة بتجيلك ارباح كتير، فهنا بتبقى حققت المعادلة الصعبة ومسكت العصاية من النص. طيب السؤال دلوقتي، علشان اكيد بما اني اتكلمت على الموضوع ده هيتقال لي هل عندنا صناديق استثمارية من النوع ده في مصر؟ الإجابة أيوة، ولكن العدد محدود جدا، ولكن الاهتمام بيها مش كبير، ولكن هي فرصة للنمو أو سوق جديد أو بوابة تخليك تفكر في الموضوع. والموضوع واخد اتجاه البورصة، وأنا مش خبير بورصة ولكن أنا بشاور لك على الفرص لعل فيهم فرصة تكون مناسبة لاستثمارك. ودلوقتي اي استثمار ليه مميزات وليه عيوب، تعال نتكلم عليهم بشكل سريع علشان يبقى عندك الخلفية الكاملة او الصورة الكاملة عنهم.
اول حاجه هو التنوع الاستثماري هنا، لانك ممكن تكون بتدخل بمبلغ مش كبير، فعندك الفرصه ان انت توزع استثمارك بشكل اسهل من العقارات التقليديه والمتعارف عليها. وكمان لو مش حابب تدخل براس مالك كله، تقدر تجرب بجزء مش كبير، فلو لقيت الموضوع مربح تقدر تدخل بعد كده بجزء اكبر. وطبعا مفيش اداره ولا صيانه ولا متابعه ولا الحاجات الكتير اللي احنا اتكلمنا عليها، فده بيقلل من عليك وقت ومجهود ممكن تستثمره في حاجة تانية. كمان بسبب التنوع اللي احنا بنتكلم عليه، واخيرا تقدر تخفض المخاطر لو دخلت في اكتر من نوع من الاستثمار في وقت واحد، علشان لو واحد ما جابش دخل غيره يجيب. طيب وايه عيوب النوع ده من الاستثمار؟ اول حاجة هي انك ما عندكش تحكم مباشر في العقارات بتاعتك، كمان ما عندكش الاختيار ولا تدخل في هم بيشتروا ايه ولا بيعملوا ايه. العائد ممكن يقل لاسباب انت ما تعرفهاش، ولو السوق اتأثر او في مخاطر كبيرة ممكن يحصل تأثير في الدخل، وبالتالي ما حققش المكسب اللي انا متوقعه. وطبعا في مصاريف إدارة بتضاف عليك علشان ما بيبقاش الدخل بتاعك دخل واحد او ثابت، بمعنى ان كل مره انا عارف هكسب كام. وده لان الصناديق نفسها بتاخد نسبه على إدارة الصندوق. وللأسف اللي هقوله ده متعارف عليه عالميا، إن ما بيبقاش فيه الشفافية الكاملة، أو أنت عارف إيه اللي بيحصل بالظبط في الصندوق، فلو كسبنا كسبنا ليه، ولو ما كسبناش ليه. وطبعا عندنا في مصر قلة وعي كبيرة بالنوع ده، لأنك بتبقى تقريبا دمجت نوعين من الاستثمار، هو الاستثمار في العقارات ولكن عن طريق البورصة، فساعات بيبقى فيها تفاصيل كتير أكتر من المتعارف عليه. طبعا لو حابب تبدأ في النوع ده من الاستثمار، تقدر تسأل في البنوك أو شركات إدارة الأصول أو البورصة. ولو ما عندكش خبرة تقدر تستعين بمتخصص في البورصة يساعدك في الجزئية دي، ممكن يفيدك اكتر مني. انا بس بنقل صورة كمتخصص عقاري، ولكن النوع ده في الاستثمار انا مش متخصص فيه، ولكن هو احد الادوات اللي احنا حابين نتكلم عليها علشان يبقى عندنا وعي بايه اللي بيحصل في السوق حوالينا. الخلاصة اللي عايز اقوله لك ان الريت او صناديق الاستثمار العقاري هي مش بديل للاستثمار العقاري المباشر، ولكن هي أداة لو فهمت ازاي تبدأ بيها ممكن تكون بوابة لدخول عالم الاستثمار، تقدر ان انت تكتسب منها خبرة، فبعدين تجرب في عقارات اكبر. هو مناسب للي بيبدأ وحابب ما يبدأش بمبلغ كبير وعايز يبقى عنده خلفية، ولكن علشان تنجح فيه لازم تختار صندوق صح. يمكن الفيديو ما تناولش الموضوع ده بشكل كبير لاني مش متخصص، ولكن حبيت اوجه وجهة نظرك او اشاور لك على نوع من الاستثمار ممكن يكون اول مرة بتسمعه من خلال الفايل ده. واشوفكم الفايل الجاي. وقبل ما نخلص الفيديو خليني اقول لك كلمتين مهمين جدا. اولا، اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس، وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة، بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله، ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لان هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، واني اشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية، مش مجرد كلام نظري. لكن الادوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير ان هم يحققوا اهدافهم العقارية. واهم نصيحة ممكن اقولها لك دلوقتي هي ان
المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل إيه.